يقول زابيري: لا نخاف أي فريق، لا نتحدث كثيرا، نعرف كيف نفوز. هكذا صرح زابيري مباشرة بعد صافرة نهاية مباراة الفوز بكأس العالم. رجل المباراة بلا منازع بثنائية في مرمى الأرجنتين صنع الفرحة على طول مجريات البطولة. دوزم تابعت مباراة النهائي مع أسرة زابيري في مراكش. هذا كل سعادة في الحمد لله والشكر لله على هذا الانجاز اللي داروا هاد الوليدات. تبارك الله عليهم، الله يحفظهم والله ينصرهم والله ينصر لنا سيدنا والله يطول في عمره والله يجعلنا افراح في افراح. ومبروك علينا هذا الفوز كاملين، وشكرا لكاع الدراري اللي شجعوا، الجمهور اللي مشى للشيلي، وكنشكر كاع الناس اللي ساندوني وساندوا ولدي وساندوا دوك الوليدات كاملين. وشكرا للمدرب، شكرا للطاقم كله، شكرا لأكاديمية محمد السادس. دعوات الأم، سجود الأب يلف طموح الشاب الواعد. الزابيري خريج أكاديمية محمد السادس، هل اكتفى بالضربة الثابتة التي هزت المرمى الأرجنتين؟ طبعا سيفعلها من جديد، وسيسجل الثاني بعد تمريرة حاسمة للفنان معمة. الدموع سكنت المقل، الأم فقدت الوعي لبرهة من شدة الفرح، والثاني حرر القلوب من الضغط. هذه لحظة تاريخية كيعيشها المغرب وكنعيشوها حنا كأسر. يا ربي تكمل على هذه الوليدات، وهذا اللقب كنهديوه الرياضي الأول صاحب الجلالة، الله ينصره والله يحفظه والله يشافيه إن شاء الله، وكل الجماهير المغربية وكل الأطر المغربية وكل اللاعبين وكل الجماهير المغربية كاملها. وتنشكر العائلات ديالي الصغيرة والكبيرة، كل شيء. تيخوني التعبير انني نعبر بطلاقه. اسمحوا لي، انا جد فرحان، انا اسعد اب في العالم في هذه اللحظات هذه التاريخيه.